السلام عليكم متابعين مطبخ ست الحبايب. حبايبي اليوم راح نشتغل هذه الكيكة اللي ذات الارتفاع الشاهق. كيكة فاخرة جدا جدا جدا، وإن شاء الله أنصحكم تجربوها. لهالوصفة نحتاج كوب كبير من النشا، كوبين كبير من الطحين، كوب ونصف من السكر، 5 حبات بيض، كوب كبير من الماء. كلهم استخدمت هذا الكوب 250 ملل. نكهة غذائية، بيكنج باودر ملعقة محسن كيك، خل أبيض أيضا ملعقة، وملعقتين زيت نهاية الخلط نضيفهم. نروح على الوصفة. نخلط السكر مع البيض لحد ذوبان السكر تماما، مع ملعقة خل لرفع الزفر. بعد ما يذوب عندنا السكر ونشوف الخليط بدأ بياضة بهذه الطريقة، يكون لونه باهت، نضيف المحسن وكوب من الماء وملعقة وسط من النكهة الغذائية. أنا اختاريت التوفي، الكل يحبه حبايبي. ونظل نخلط لحد نشوف انه المحسن ذاب بالخليط. ندخل النشا مع الطحين مع البيكنج باودر وندمجهن جيدا، ثم نخفق لمدة 10 دقائق. حضرنا قالب وخليته بصينية ولفيته بفوطة مبللة، لا تخافون على الفوطة ما راح تحترق. نضرب القالب على الكاونتر ونخبز الكيكة على 180 نار سفلية فقط. احتاجت وقت ساعة كاملة بالفرن. أنا هنا من طلعتها عندي يعني انكسر عندي واحدة من الحواف، بس ما راح يضر إن شاء الله، بالتزيين كله يضيع. هذه بنات أنا وهي ساخنة أطلعها رأسا. هذه حبايبي شوفون شكلها، شوفون هشاشتها، شوفونها شلون مسامية وخفيفة، وحتى بالوزن خفيفة. طلعت عندي قياس 14 سنتيم تقريبا. قطعنا هنا الكيكة بعد ما بردتها، وهذا شكلها من الداخل. قطعتها 3 أجزاء، والجزء الرابع ظل يعني هذا أني الجزء هذا الخفيف في الطبقة العالية. حبايبي هذه أقدر أستفيد من عندها، أفتها وأخليها بين الحشوات، يعني يرجع الارتفاع مثل ما هو، وهذا شكله النهائي. لا تنسون حبايبي بالاشتراك بالقناة وضغط اللايك. في أمان الله.